اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين نهار جديد واولى فقراتنا الحواريه هنتكلم فيها عن نبض الحياه وعن ترمومتر الاستقرار ومؤشر الامان. هنتكلم معاكم النهارده عن السياحه. في 2026 السياحه في مصر دخلت مرحله ذهبيه، الاعداد فيها اتجاوزت ال 22 مليون سائح، والايرادات ارتفعت بشكل ملحوظ، والدوله ركزت على تطوير البنيه التحتيه والتسويق الذكي. وده اللي خلانا النهارده في تجربه اخف وابسط واكثر جاذبيه للعائلات والشباب. الحقيقه بنشوف مصر بشكل تاني، والعالم كله بيشوف كمان مصر بشكل تاني. عشان كده النهارده معاكم هنتكلم اكتر عن السياحه في مصر، واللي هي العمود الفقري طبعا للاقتصاد. وده مش بس في مصر انما في العالم كله، السياحه مهمه وهي اولى الملفات اللي دايما بتهتم بيها اي دوله. خلوني مشاهدينا الكرام ارحب بضيفي العزيز مشرفني منورني في الاستوديو، واللي هيجاوبنا على كتير من الاسئله النهارده، دكتور علي عبد الله، دكتوراه الدراسات السياحيه والباحث في الاقتصاد الدولي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. الحقيقه ان مصر اعلنت وصول 19 مليون سائح في 2025، وده حقق اعلى ايرادات سياحيه في التاريخ. بتشوف ده ازاي؟ والله مبدئيا كده لما حضرتك ذكرتي قلتي ان ترمومتر الاقتصاد والاستقرار هي السياحه، لان احنا ببساطه كده الاقتصاد عندنا عباره عن فروع. عندنا القطاع الزراعي ده فرع، عندنا التجاره، عندنا الصناعه، عندنا القطاع المصرفي، ومن ضمنها السياحه. السياحه او القطاع السياحي ده الميزه اللي فيه او بيتسم بايه؟ بيتسم بانه ترمومتر للاستقرار الامني، ترمومتر برضو للخدمات، لانه مرتبط بقطاعات تانية مختلفه. السياحه مش بتعتمد على قطاع واحد، لا، في قطاعات كتيره متداخله. وزاره السياحه والاثار والجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء اعلن ان مصر تجاوز عدد الزائرين فيها 19 مليون سائح في 2025، وده الاعلى في تاريخ مصر. لان احنا دايما كان عندنا الترمومتر لعدد الزائرين في مصر 2010، يقول لك 2010 هي الاعلى، 2010 هي الاعلى، تجاوزنا 10 مليون سائح. طب النهارده عندنا كام؟ عندنا 19 مليون. 2024 و2019 برضو كانت بدأت التعافي بعد الأحداث السياسية. دخلنا في جائحة كورونا 2020، بدأنا في التعافي بعد كده 2023 2024 برضو كانت طفرة كبيرة جدا، أكتر من 15 مليون سائح. لكن 2025 هي بقى اللي نتكلم عليها باستفاضة وبأرقام وبإيرادات، لأن الأعداد لما يوصل 19 مليون في وراه حاجات كثيرة جدا. في وراه خدمات اتطورت، في وراه بنية تحتية اتطورت، في وراه دعاية قوية لمصر، في صورة تجميلية للدولة. الدول طبعا بتحسن صورتها من خلال القوى الناعمه ليها، سواء كانت الفن او السياحه. فال 19 مليون سائح دول عملوا ايه؟ عملوا ايه للاقتصاد المصري؟ عملوا اولا وفروا عدد كبير جدا من الفرص العمل للشباب، بما يقارب من 3 مليون فرصه عمل، سواء بشكل مباشر او غير مباشر. بشكل مباشر زي المرشد السياحي، زي البائع في البازار، زي السواق الحنطور او العربيه اللي بيوصل في المطار، زي العمال في المطارات. طب غير مباشر، الفلاح في الارض او المزارع اللي بيزرع في الارض ده بيورد للفنادق، دي اسمها عماله غير مباشره، لانه في الاول وفي الاخر هو بيخدم على ايه؟ على القطاع نفسه، بس بشكل غير مباشر. مظبوط. فاجمالي الاعداد دي يتجاوز ال 3 مليون. 3 مليون عامل، ده طبعا عدد كبير جدا جدا. طبعا ده غير التعليم السياحي، ده غير الترجمه، ده غير المرشدين وخلافه لو هنتكلم عنه باستفاضه. ايه التاني كمان اللي عملته السياحه او 19 مليون سائح؟ البنك المركزي. احنا عندنا احتياطي في البنك المركزي، وعندنا سوق مصرفي، ده بيأثر فيه بشكل مباشر. ليه؟ لان السائح لما بيجي بالعمله الصعبه، بالدولار. النهارده عندنا استقرار في سعر الصرف، النهارده 47 جنيه الدولار مقابل الجنيه المصري. طب ده نتيجه لايه؟ نتيجه لوجود سيوله ماليه، نتيجه للقطاعات القويه الخدميه زي قطاع السياحه. النهارده لما نقول ان الايرادات السياحيه تجاوزت 15 مليار دولار، ده رقم ضخم جدا في الاقتصاد المصري. في قطاعات تانية بتعاني، لكن السياحه هي اللي شالتها، العمود الفقري زي ما بيقول. فعندنا التاثيرات الايجابيه قويه جدا، سواء كانت على القطاع المصرفي، زودت الاحتياطي او ضخت في السوق المصري. كمان زياده توفير فرص العمل، كابوس البطاله اللي هي طبعا ان السياحه قطاع بيعتمد على
العماله الكثيفه. وكمان عندنا البنيه التحتيه، وفي طبعا الصوره النمطيه لمصر بشكل افضل بكتير، لان الدول بتحاول تحسن من صورتها بالقطاعات زي قطاع السياحه. عظيم. يعني نقدر نقول ان 19 مليون سائح في 2025 ده ما نبصلوش كرقم للاحتفال الاعلامي، انما هو ليه دلاله اقتصاديه عميقه. طبعا طبعا له دلاله اقتصاديه اكتر ما هو خبر، هو مش خبر بيقرا. 19 مليون دول ما كانوش دول كام رحله طيران، كام فرصه عمل، كام فلوس دخلت، كام من الاجراءات اللي كم من تامين الشرطه، شرطه السياحه والاثار عندنا، كم مصري احتك بشكل مباشر، كم اعلان في اكتر من افتتاح، زي افتتاح المتحف المصري الكبير كان له رواج قوي جدا في تنشيط الحركه السياحيه، ولسه كمان هيكون مدلول في 2026. فال 19 مليون سائح دول مش مجرد خبر ولا خبر اعلامي، لا ده له دلاله اقتصاديه كبيره جدا زي ما ذكرت لحضرتك، سواء كانت في توفير فرص عمل، زياده الفرص العمل، وكمان توفير العمله الصعبه في الاقتصاد المصري. جميل. طيب النهارده بتشوف ازاي ارتفاع المؤشر الاقتصادي بسبب نهوض السياحه النهارده بيعكس الصوره الذهنيه لمصر، وبيخلي وبيجدد الثقه الدوليه في مصر؟ والله دايما احنا بنقول كده ايه، ان عندنا السياحه دي او القطاع السياحي بالظبط عامل زي ايه، زي تصدير ولكن خدمه مش سلعه. احنا لما بنقول ان السائح بيجي الدوله وبيتعرف على ثقافه المصريين وبيشوف الاكل والشرب وبيشوف تعامل الناس بشكل ايجابي، ده بيدي صوره ذهنيه طيبه جدا. 19 مليون اللي دخلوا مصر دول نتيجه لايه؟ نتيجه لان في سمعه ذهنيه كويسه جدا عن مصر، فالاعداد زادت. احنا نطمح ان يكون اللي بيدخل لمصر اعلى من كده، ونامل ان احنا نوصل ل 100 مليون طبعا زينا زي فرنسا ولا نقل ان شاء الله، وهنوصل الاعداد دي طالما احنا في الاتجاه صحيح. لكن بنتكلم في حته ان احنا كلما عندنا نطمح في ده في ايه؟ في زياده التسويق. عندنا هيئه التنشيط السياحي بتشتغل، عندنا الاعلام كمان زي حضراتكم بتشتغلوا برضو، بتوصلوا الصوره الطيبه، الوعي كمان اللي حضراتكم بتشتغلوا عليه لما المصري يتعامل بشكل طيب مع السائح بيأثر في كل النواحي، بيأثر في الاقتصاد، بيأثر في التعليم، بيأثر في كل ده طبعا يعني. فالصوره الذهنيه المهمه جدا لمصر نشتغل عليها، الا وهي ان قيمه السائح دي مش مجرد هو ضيف. الحاجه الثانيه بيأثر في الاقتصاد بشكل كبير جدا، كمان بيحافظ لي على الاثر والبنيه التحتيه. طب ازاي؟ ما هي الفلوس اللي بيدخل بيها السائح دي احنا بندفعها للبنيه التحتيه، بندفعها للمتحف، بندفعها مع اي شيء بيتعمل حاليا او اي مشروع ليه مردود، ليه مردود او جدوى اقتصاديه. ايه الجدوى الاقتصاديه للمطار؟ ان هو بيدخل سياحه ومسافرين. طيب لو ما فيش سائحين ومسافرين مش هيكون في مردود مادي. فده المهم في القطاع ده والقطاع السياحي بالذات، لانه اصلا بيعتمد على العنصر البشري في الاساس. في قطاعات تانية بتعتمد التكنولوجيا بتدخل فيه بتسهل، لكن هو في الاساس قائم على العنصر البشري. خدمه، عنصر بشري بياخد الخدمه وعنصر بشري بيقدم الخدمه دي. جميل. طيب بما ان حضرتك قلت في سياق الكلام انه السياحه النهارده بتعالج مشكله كبيره جدا وهي زي البطاله، كمان عندنا هو نفسه قطاع السياحه كثيف بالعماله. يعني ازاي النهارده يقدر ان هو يحول يعني العدد الكبير من السائحين النهارده لفرص عمل حقيقيه؟ والله في قطاعات في الاقتصاد بتكون كثيفه العماله، وخصوصا القطاع الخدمي، لان السياحه عباره عن سيرفيس، خدمه. عنصر بشري بيقدم لعنصر بشري تاني خدمه. زي هندي مثلا المثال الفنادق. عندنا كل مليون سائح بيدخلوا مصر، طبعا ده طبقا للفندق ومعياره وعدد وكم نجمه. كل سائح بيدخل، كل مليون سائح بيدخل مصر بيكون في من 40,000 ل 45,000 فرصه عمل. فما بالك بقى لما يكون ده بشكل مباشر، انا بكلم حضرتك على الفنادق بس. فما بال حضرتك بقى بالقطاعات الثانيه، العدد اللي دخل ده محتاج ياكل ويشرب. فطب مين هياكلوا ويشربوا؟ الفلاح اللي بيزرع في الارض. الفلاح اللي بيزرع في الارض بيشتري الكيماوي بتاع الارض، بيشتريها من الجمعيه الزراعيه او بيشتريها من المهندس الزراعي. المهندس الزراعي بيشتغل. فشفت حضرتك التسلسل وصل ازاي؟ تسلسل ان السائح عشان ياكل اكل
ففي وراه حد كمان بيوصل الاكل ده للفندق او للمطعم. فعندنا مين اللي اشتغل هنا؟ اللي اشتغل هنا كمان السواق. فوصل اكتر من سلسله عشان يوصلوا في الاخر توصل الخدمه دي بشكل مباشر. فاحنا عندنا عماله كثيفه استفادت. في طبعا بيكون ما شاء الله في بعض القطاعات او بعض الفروع في القطاع السياحي بيكون المرتبات عاليه جدا، زي السيلز، زي طبعا المرشدين، زي المرشدين السياحيين، وخصوصا لما يكون في استقرار. يعني لما يكون في استقرار امني الوضع بيكون ممتاز جدا. وفي طبعا لو هنتكلم برضو عن المدن اللي تم افتتاحها حاليا برضو زي العاصمه الاداريه، في بعض الاماكن اللي دخلت كمان على الخريطه السياحيه كمان زي العلمين والساحل، العلمين الجديده والساحل الشمالي. طبعا النهارده بقى على الخريطه السياحيه. عندنا برضو شمال سيناء، زي ما احنا قلنا الترمومتر الاستقرار. شمال سيناء كان فيها اوضاع امنيه مش مستقره، النهارده بقت دخلت فيها حتى السياحه، دخل فيها السياحه الداخليه. فكل ده اصبح مردود للقطاع السياحي اللي هو ان هو كثيف العماله. البنيه التحتيه نفسها، ما هو البنيه التحتيه نفسها مين بيبنيها؟ ما هو عمال. عندنا الطرق، عندنا الكباري، عندنا المباني، عندنا الفنادق، عندنا كل ده بيتم من خلال العماله. وده انعكاس واقعي للقطاع السياحي. فكل ما زاد عدد السائحين كان بالتوالي بشكل طردي ووصول عدد العمال بشكل اكبر. بقول لحضرتك النهارده وصل عدد العاملين فيها ما يقارب من 3 مليون حد بيشتغل فيها. يعني ده رقم كبير جدا. ما فيش قطاع بيشتغل فيه الكم ده. لو بصينا للقطاعات الثانيه ومن غير ذكرها يعني مش بيوصل لها حتى ولا ربع العدد ده. بما ان حضرتك قلت البنيه التحتيه، هل النجاح اللي احنا بنشوفه في القطاع السياحي النهارده وكل ما جاء من ايرادات نتيجه استثمار حقيقي وخطوات استباقيه شافتها الدوله الاول، عملت بنيه تحتيه وكباري وعشان تقدر تمهد النهارده للسائح اللي جاي ده النهارده الطرق، ويقدر النهارده يشوف مصر بصوره ثانيه فيشجع اكتر على السياحه في مصر؟ والله بصي حضرتك لما نتكلم على السياحه والبنيه التحتيه دي لازم يكون في زي ما بنقول كده ايه، المستثمر هنتكلم عن المستثمر السياحي او المستثمر جاي يستثمر في بلد ومش هيدفع فلوس عشان لا هو جاي يكسب فلوس. ده على ارض الواقع. مين بيعمل الخطوه الاولانيه؟ الحكومه. هي الحكومه اللي بتضخ مباني، بتضخ في البنيه التحتيه، بتزود من قيمه البنيه التحتيه داخلها، سواء كانت بنيه تحتيه تكنولوجيه او بنيه تحتيه اللي هي الكباري والطرق وارصفه وبناء مطارات وكل ده. على الجانب التالي الفلوس اللي بتدخل من القطاع السياحي برضه بتزود في ده. ما في ضرائب الدوله بتاخدها، وفي كمان عندنا التحصيلات اللي بتحصل من التذاكر المتاحف، التذاكر الطيران، التاشيرات، الفيز، كل ده الرسوم، كل ده فلوس بتدخل في خزينه الدوله، بتدخل في الميزانيه الخاصه بالطرق والكباري. فهي عمليه متبادله. المستثمر او السائح او المستفاد بالخدمه بيدفع فلوس بتتضخ في البنيه التحتيه. البنيه التحتيه كل ما بتزيد بيدخل لنا عدد السائحين. هندي مثال، في عندنا بعض الدول الاوروبيه مثلا اعداد السياحه عندهم متصدره جدا، متصدره خالص. ليه؟ ده متصدره بسبب البنيه التحتيه. النهارده البنيه التحتيه لمصر بتستوعب ده. عندنا طموح يوصل عدد السائحين الاعلى من ده، لكن ده برضه بيتوقف على البنيه التحتيه. لازم يكون عندي صرف جيد، عندي طرق كويسه، عندي مطارات تستقبل ده، عندي قوه طيران تقدر تستحمل عدد كبير من الرحلات، عندي برضه عماله مدربه بشكل جيد. فكل ده برضه بنيه تحتيه. ما هو راس مال بشري ده اللي هو لما يكون عندي عامل متدرب محترف، ده راس مال بشري زي برضه زي المطار، زي الفندق، زي اي شيء موجود على ارض الواقع. فالبنيه التحتيه هي انعكاس طبيعي لنجاح القطاع السياحي. يعني نقدر نقول انه السياحه تعتبر كصادرات غير منظوره. بالظبط. فنقدر نقول انه فعليا هي بتعوض جزء من عجز الميزان التجاري. والله دايما احنا بنقول كده ايه، ان كلها بتصب في شيء واحد في الاقتصاد المصري. فالاقتصاد المصري اقتصاد متنوع، مش بيعتمد على قطاع واحد، بيعتمد على الزراعه وبيعتمد على التصنيع وبيعتمد على الزراعه وبيعتمد على البورصه. فلما يكون عندي قطاع قوي جدا زي القطاع السياحي النهارده لازم ادعمه بشكل كبير جدا.
ليه؟ لان عندنا مثلا الاحداث اللي حصلت في البحر الاحمر اثرت بشكل سلبي على دخل قناه السويس. دخل قناه السويس كان يوصل ل 9 مليار دولار. طبعا في السنين اللي فاتت دي بسبب الاحداث اللي بتحصل في البحر الاحمر انخفضت جدا. مين اللي عوض ده؟ العوض ده القطاع السياحي. نعم. احنا عندنا الميزان التجاري للدوله بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه خلل. مين اللي بيعوض الخلل ده او بيعالج الخلل ده؟ هو القطاع السياحي. فحضرتك قلت كلمه لطيفه جدا اللي هو صادرات غير مرئيه، او صادرات زي ايه؟ الصادرات هي انا بيكون عندي سلعه بصدرها باخد عليها مقابل دولاري. احنا مش بنصدر، بندي خدمه، فالخدمه دي بتجي لنا الدولار داخل البلد. فده يعتبر نوع من انواع التصدير، لكن بعائد عالي كمان، مش عائد. وكمان في حاجه تانية، الميزه في القطاع السياحي ان مفيش مواد خام. انا لو عندي مثلا ماده بصنعها او عندي الات بستهلك المواد الخام اللي عندي. انما السياحه لا، مش بستهلك، دي مجرد خدمه باديها فباخد عليها مقابل. عظيم. الحقيقه انه مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء قال انه السياحه في 2025 حققت 4%، فالسياحه العالميه. بتشوف ازاي القطاع ده قدر ان هو يكسر كل التحديات دي؟ والله مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء اصدر بيان ان هو كان بيتكلم عن اعداد السائحين في العالم، وخاصة المؤشرات دي جاية من منظمة الصحة العالمية، ان عدد السائحين في العالم وصل لمليار 520 مليون سائح، وده رقم كبير جدا ضخم مقارنة ب 2024، زيادة 4%، لانه كان في 2024 مليار و500 مليون بس. طبعا ده رقم ضخم جدا. ليه؟ لما نيجي نبص على العالم في الاحداث اللي بتحصل، في صراعات، في اضطرابات عالميه، في زياده في اسعار، في تضخم، فكل ده ومع ذلك برضو القطاع السياحي محافظ على قوته. فده يؤدي الى ان احنا برضو نستغل ده بالدعم اكتر للقطاع ده، نستغله دعائيا كمان، لان برضو موجود في سوق قوي جدا في دول النهارده بتستفاد باكتر من 100 مليون سائح. ليه مصر ما يكونش لها نصيب قوي في ده؟ الدول دي اللي بتستفاد بالاعداد الكبيره دي في الاساس دول صناعيه قويه جدا، يعني اقتصادها زي ما بنقول كده، يعني مش محتاج القطاع السياحي. احنا محتاجين ده، لان احنا دوله بتحاول انها تدور على اي مصدر من مصادر العمله الصعبه، سواء كانت السياحه او اي غيره من القطاعات. فالمؤشرات دي كلها مؤشرات ايجابيه طبعا، بتقول ان احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح في القطاع ده. وكمان بنقول ان احنا ممكن نستغل ده بشكل اكبر، سواء كان من الدعايه، الافتتاحات، المعارض اللي بتقدمها مصر بره في عدد من الدول، السفارات. فكل ده طبعا مؤشرات ممتازه جدا. نامل ان شاء الله ان احنا نكون يعني في مصاف الدول في القطاع ده، زينا زي اي دوله عندها طموح يعني، وكمان في ظل التنافسيه العالميه، وخاصة في المنطقة بتاعتنا. عندنا في البحر الأبيض المتوسط عندنا دول منافسة زي تونس، زي تركيا، زي اليونان، زي الأردن. فاحنا مش في مأمن، فالتنافسية لازم أقدم الأحسن عندي، أقدم أحسن خدمة، أقدم أحسن، يكون العامل عندي محترف. فكل المؤشرات دي بتقول إن احنا إن شاء الله نأمل إن احنا يكون عندنا سياحة أقوى السنة اللي جاية، يكون عندنا اعداد اكبر، لانه في الاول وفي الاخر بيأثر على الايرادات بشكل مباشر في الاقتصاد المصري. حقيقة احنا يعني في الحديث عن ملف السياحة كنا بنتمنى طبعا الوقت يطول، لأنه هذا الملف مهم جدا ومليان بالإنجازات الحقيقية على أرض الواقع، سواء كان مدن جديدة زي ما حضرتك ذكرت، العاصمة الإدارية والبرج الأيقوني والمدينة الأولمبية، وعندنا أنواع كتيرة قوي من السياحة الرياضية، الدينية، الطبية وغيرها الحقيقة اللي فتحتها مصر، قدرت إنها من خلالها النهاردة تحصد هذا العدد الكبير من العائد السياحي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي عبد الله، دكتوراه الدراسات السياحيه والباحث في الاقتصاد الدولي، نورتنا وشرفنا بوجودك النهارده معانا. مشاهدينا الكرام لسه مكملين معاكم نهار جديد وفقرتنا الثانيه، لكن بعد فاصل قصير استنونا.